السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أغلى أحباب وأصدقاء وعائلة في الدنيا كلها. مرحبا بكم في فيديو جديد من نوعه في القناة، ولأول مرة نشارك معكم جزء من حياتي. الجزء هذا أكيد جزء مفرح، لأنه راح يكون انتقال من منزل إلى منزل. راح يقربني لزوجي، وراح يقرب ابني الوالد نتاعو، لانه كنت نسكن في منزل بعيد عن الخدمة نتاع الزوج نتاعي، وفي نفس الوقت كنا كعائلة مشتتة، لانه بحكم الخدمة لازم يروح للخدمة، انا نولي نروح لدارنا. وكم تعرفوا شكون يحس بالامر هذا؟ هما زوجات العسكر واللي جندارم واللي في السلك العسكري، لكن زوجي لا، ليس في السلك العسكري، فقط انه مكان الخدمة نتاعو بعيد، وكنا كاريين عفوا مش كاريين، كنا ساكنين عند الخالة نتاعو، يعني عندها بيت وين الاهل نتاعو عندها منزل فارغ كنا ساكنين عندها. والآن حب ربي وانتقلت لمكان العمل نتاع الزوج نتاعي، واجتمعنا كعائلة صغيرة. اجتمعت مع الزوج والابن نتاعي، وإن شاء الله تكون أيام حلوة وزينة. كان الوضع مشتت كما قلت لكم، بعاد على بعضنا، هو يروح الخدمة شهر ومن بعد نرجع نتلاقاو، وصعيب الحال بزاف، كان الأمر جد جد صعيب نفسيا. لانه كعروس جديدة، وفي نفس الوقت واول صغير عندنا، وبعد على بعضانا، وكانت امنيتي انه ننتقلوا المكان نكونوا فيه مع بعضانا باش يكبر ولدي مع باباه، يلعب مع باباه، يشوف باباه اكثر. بالرغم من الاهل نتاعي، الام بالذات اول ما انتقلنا مسكينه بكات، لانه تقريبا هي اللي رباته، ربي يحفظها لي ويخليها لي ويخلي لكم كل امهاتكم. كما راكم تشوفوا راني نخلط ونعاود، قال لي ننتقلوا في اسرع وقت. يعني ما عنديش وقت باش نروح ونفرز وننظم الامور، هذه حاجة عند حاجة، والامور اللي تتماشى مع بعضها لا. حاولت على قدر الامكان الحوايج اللي يتكسروا نحطهم في الفاليزات، القش لانه قماش نحطه في بورت باجاج. وكما كنتم تشوفوا الدواء، الروبو، بزاف حوايج، الاكسسوار، قراعي تاع الريحه، سيكان نتاعي، حوايج الكوسميتيك ومكياج وحوايج، المهم حوايج كوسميتيك كامل. نحاول نحطهم في الفاليزات. هذا قش ولدي لانه نتفى وشو يتح حطيته في الفاليزه. كيما راكم تشوفوا هذا قش الصيف، تما مخبياته مانيش نستعمل فيه. القش اللي نستعمل فيه حطيته في واحد البورت باجاج صغيرونه قد ولدي. المهم هنا رانا قاعدين نفككوا في الخزانه. كنا كيما قلت لكم كنا ساكنين عند خالة الزوج نتاعي، البيت نتاعها مؤثث من مجاميعه والحمد لله. كنا نستعملوا في حوايجها، مخليتنا كلش، يعطيها صحة والعافية. هذا هما حوايجنا الكل عندنا. الخزانة هذه أو بورتشوسي، ولي بورت باجاج، الفاليزات، والفريجيدار والكوزونيير والخزانة والسرير، لي طابل دو نوي والكوافيس. هذا هما كل السرير تاع ولدي، طبعا ولدي المليح ولدي الزين راهو هنا يبكي ويعاود، بغا نبدلو، بغا يرقد، وبغا وهنا راهم قاعدين يطلعوا في الوقت هذيك الليل، قاعدين يطلعوا في الباجاج من الفرغو. المهم نضت الصباح قلت لازم كلش ينضاف، ما يهمنيش الحوايج يرجعوا لبلاصتهم، على قد ما تهمني اني نكون في بلاصه نظيفه، نقدر نطلق ولدي يلعب يحبي في الارض. ما نقدرش انا نطلق ولدي في بلاصه مسخه، ولا انا قاعده ننظف والما يسيح وهو يتبقبق في الماء، هو مازال ما يمشيش يحبو فرات. على هذا درت ماراثون هذا اليوم، تنظيف عميق. اللي ما نظفتوش في هذا اليوم فقط النوافذ، لانه خليتها اليوم واحد اخر. كما راكم تشوفوا بديت السطح هذا الاولاني، قلت كون نحب نطيب لولدي الماكله ولا نطيب الغداء.
نظفت تما بلون دو طرافاي الاول، وهنا هبط لي بلاكار لتحت، غسلتهم حتى هما، غسلتهم غسل ما نقولكمش عليه، والله خرجتهم مفحفحين، والحمد لله اللي اعطاني القوة واعطاني الجهد. في هذا الصباح كملت كل اموري والحمد لله كما راكم قاعدين تشوفوا. استعملت مجرد استعملت عندي صانيبو جافال وليزيس، هذو هما الامور اللي استعملتهم. انا بالعاده نستعمل حتى بيكربونات الصوديوم والخل. نحب لي برودوي بصح الجيب ما يحبنيش. انتم مسخر معكم او نمزح معكم. طبعا لي برودوي لازمين وكلش، ولكن كل واحد على حسب امكانياته ويستعمل البدائل. البدائل الارخص هي بيكربونات الصوديوم، الخل، التفحفيح استعملوا صانيبو. للتعقيم ثاني استعملوا الجفال. جفال ما نديرش به بزاف، يعني ما ننصحش به بزاف لانه يرشي، ولكن الخل وبيكربونات الصوديوم رخاص، يعني السعر نتاعهم قليل خلاص، وفي نفس الوقت تعقيمهم عظيم للي يعرف يستعملهم. في الأيام القادمة إن شاء الله إذا شاركت معكم روتينات أخرى راح نعطيلكم الطريقة بإذن الله. هنا راني قاعدة نعطيلكم في ولدي. راني منين بديته هو يبكي باغي نطلقه وباغي يحبي وباغي نهزو ونقعد معاه. هذه أصعب حاجة لقيتها في حياتي كأم، هي تعلق ابني بيا. مش يحبني نقعد في بلاصة وهو يدور كي يحتاجني يجي عندي، كي ما يحتاجنيش المهم راني قاعده قدامه. ما يحبني نوقف نخدم، ما يحبني ندور، ما يحبني نروح اعزكم الله حتى الحمام، ما يخليني والو. اصعب امر لقيته واجهته كأم. ولكن نعرف كيفاه نكلحو، نعرف كيفاه نقسم وقتي كي يكون الاب نتاعو في الدار، نحاول اني نكمل كل الشغل، نحاول كيفاه نتعامل معاه. لكن في الايام هذه الاولى في اليوم الاول بتنا الليله هذيك وصلنا في الليل على 9، 9 ولا 10 والله ما نكذب عليكم. المهم من غدوه صباح بديت كل شيء على 6 بديت الخدمه. راكم تشوفوا الان هذا الحمام. كانت هنايا واحد الغطاء تاع حاشاكم طواليت، نحيته لقيته شويه فايح، ماشي فايح يعني موسخ ولا كافي بلاستيك، والبلاستيك هذاك منفخ ومشوه، ما قدرتش نشوفه اصلا. ما قدرتش حتى النظر نتاعي يعني ما قدرتلوش. وليت نحيته خلاص، حكيتها بيا، درت لها الجفال باش كش ما كان حاجه دابغه تذوب. الجفال يذوب الرواسب ويذوب، هذه الحاجه المليحه فيه، الجفال يذوب الرواسب اللي عندها بزاف وهي لاصقه. وهنا بقات لي اخر حاجه نغسل الطابله والكراسه ونسيق ونروح للكوزينه نلمها لانه درت الغداء، ونكمل اخر حاجه اللي هي الثلاجه. شوفوا الفيديو هذا صورته، صورت لكم اليوم الاول هذا، راني درت العدس طبختو في الكوكوط، غسلت الكوكوط، غسلت وين تغدينا كلش، وفرغت الباقي تاع العدس للعشاء في المرميطه كما راكم تشوفوا. غسلت حوايج الفريجيدار، غسلت الفريجيدار، استفت منه صبابط، نشرت القش. المهم قمت بكل ما يجب. اليوم التالي ما صورت والو، وراح تكتشفوا السبب معايا من بعد. هنايا راح تشوفوا الفريجيدار، هذا هو الفريجيدار تاعي، غسلته بيا، كان مغسول ولكن كي تغلق شغل دار الريحه ها هما كتير الحوايج. هنا قبل ما ننشرهم راني قاعده نعطيكم. المهم هذا هو اليوم التالي. اليوم التالي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مرض في مرض. نضت الصباح اليوم التالي لأنه غسلت قش، وكانت العين تاع توش شوية كي تشعلوها طير طير مع السما مع الهواء، لأنه تنمو قوية كي تشعلوها قوية وأنا ما على باليش. صارت ويو يتحرك في كل اتجاه وشمخني وما رحتش بدلت قشي. والنتيجة في اليوم التالي
مرض على مرض، كان مرض الله لا يشوف فيه مؤمن عدوي والله ما نتمناهولو. شتو وصلت حكمت الفراش في الليل تحكمني الحمى الباردة ونهلوس. ولسوء الحظ يعني الزوج نتاعي كان يخدم، كان هذيك الليالي هذوك تاع الاسبوع اللي مرض فيه يعني تقرب اسبوعين ماشي اسبوع واحد. بصح الاسبوع الاول تقريبا مريضه، والزوج نتاعي في الليل ما كانش، وانا في الليل نبات الحمى البارده، وخفت المكثر على الابن نتاعي، فسبقت له اني قاعده والله مريضه في حاله ونشرب دولي براني نحيلي شويه هذاك الستر تاع عظامي نقدر نوض، ندير لولدي الخلطات كذا دوك تشوفوا البهادل. ها هم ماكتي ما قدرت نغسل الماعن، ما قدرت نتحرك، نشرب دولي براني نحيلي شويه نزرب، ندير الماكله لولدي، ندير حاجه ناكلها انايا، ثم يروح المفعول تاع دولي بران. شوفوا عندي كبير، عندي سيروات، عندي فيتامين سي، عندي تيزانه، عندي قرص، عندي كلش، ولكن ولا شيء نفع معايا، عندي زنجبيل ولا حاجه نفعت معايا، من غير كي رحت ليرجونس ضربولي برا و عطاولي الدواء هذاك هو اللي نفعني. بعد ما ارتحت الحمد لله وكل شيء كان بخير وعافيه وفات عليا المرض، قلت خلي انه نفحفح داري ونعدلها وحتى انايا نفرح بيها. تشوفوا المنظر اللي تشوفوا كل صباح، الحمد لله يا ربي الحمد لله. عجم المرضى نقابلو يعني اللي صبرت وعطالي ربي على قد قلبي والحمد لله يا ربي. هنا ركبنا الخزانه، فرغنا الشومبر هذيك اللي قلت لكم راهو الباجاج كل فيها فرغناها. باغي نديرها صطاد لولدي باش يلعب فيها ما يروح ليش، هو يحب البريز بزاف كما قلت لكم، يحب البريز بزاف، على هذاك نحاول على قد او على نحاول كل استطاعتي اني ننظم الدار على اساس ابني، ماشي على اساس الديكور ونحب كذا وكذا، لا على اساس انه ما يوصلش للحوايج اللي يأذيوه. وهنا المطبخ قبل وبعد، الببرونة تغلي كملت غلات الببرونة وكلش. كملت غسلت الطيق في هذا اليوم ونشرت القش وعلقت الريدو. النوافذ ماهيش قاعدة تلمع، يعني الزجاج ماهيش قاعد يلمع لانه ما زلت ما شريتش البرودوي. هنا خدمني زوج حبل كما راكم تشوفوا صغيرون، لملي هذا القش بكل ما نقدرش ننشر القش كما يجب، حطيته فوق بعضه لانه الحبل صغير ولكن يفي بالغرض، احسن من اني نستعمل الكراسي. هنا درت الغدا نتاع ولدي، غسلت الماعن، درت التيزانه للزوج نتاعي كان شوي مريض. شتو الفيديو هذا عباره عن مقتطفات، درت له هنا شريبه كي شفتوا زدران، درت له شريبه سخونه ياكلها مع البصل، الله الله تزلو هكا على الكراج نتاعو دفيهم له. المهم الفيديو هذا ماهوش فيديو مثلا زوج ايام ورا بعضاهم 3 ايام ورا بعضاهم، لا الفيديو هذا عباره عن مقتطفات من كل مثلا ماشي من كل يوم، مثلا بعد سمانه بعد كذا لميت لكم، بغيت نعطي لكم الفيديو هذا عباره عن بغيت نعطي لكم داري جديده، هذا ما كان وين راني ساكنه، كيفاه روتيني، كيفاه قدر يكون، كيفاه كذا، لانه تصوير الروتينات صعب جدا جدا مع طفل صغير. كون جيت وحدي والله نقدر مثلا نعطي لكم من الصباح لليل وش ندير صح مثلا في اليوم الموالي، كيف راح يكون صباحي، كيف راح يكون كيف راح نرتب اموري، كيف نفيدكم وكذا. صعب عليا الروتينات، صعب عليا مع الطفل متعلق بيا جدا جدا. ابني من النوع اللي لازم انا نمشي على حسابه، مشي هو يمشي على حسابي ولا الدار تمشي على حسابها، ولا لازم كلش لازم يكون متعلق بيه. كيف متعلق بيه لازم له فطوره، لازم له كذا، من نكون مهتمه به في نفس الوقت لازم ما يبكيش. وانا نحب نروح ندير الغداء ولا كذا، نحاول على قدر المستطاع اني نطبخ في الوقت اللي يكون فيه باباه ولا الوقت اللي يكون فيه هو راقد، ونحاول اني ما نتحركش. واحد الصعوبيه ما تصوروش بالدنواه، الدار صغيره كون نحرك مخر في نوض كشتت هذاك وين رقد، صعيب الحال بزاف.
والامر هذا انا ما كنتش نعرفه كيما هكا. فلقيت شويه صعوبيه، دركا راني نسجل في الفيديو ونرقد فيه، وفي نفس الوقت راهو يسمع في صوتي، يفيق يعاود يرجع يرقد، يفيق يعاود يرجع يرقد، ما لقيتش وقت كنت نسجل الفويس. كي يكون نايض يحبني نلتا معاه، نلعب معاه، ندور منه، نقص معاه، وكي يرقد يحبني ندير له الكالم. وش راح نديرو؟ لازم نصبروا. اي ام عندها اولاد نضرب لك من هنا ألف 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 تحية. أنا فرد واحد وعيت عليه، اللي عندها 3 واللي عندها 4 واللي عندها 5 وتنتهلا فيهم، ماهيش مهملة. كاين أم مهملة تطيش ولد وطيش ما يهمهاش، كلاو ما كلاوش، تعطي لهم الماكلة في الزهر، ماهيش قايمة بولادها، ماهيش تتعامل، ماهيش تتواصل مع ولادها. متربيين متشردين، أعوذ بالله ما نسميهم أمهات، اسمحوا لي، بصح نضرب تحية لكل أم مهتمة. نشفى كانت عندنا جارتنا ممكن تسمع في الفيديو هذا، ما شاء الله عندها 6 أولاد، مهتمة بالدار ومهتمة بدراستهم وتهتم بكل الأمر نتاعهم. نضرب لك تحية من هنا، انتي أول وحدة. فما شاء الله يعني ربي يعطي لكل أم القوة والصحة اللي تنتهلا في ولادها واللي قايمة بولادها وتحاول انها تحسن تربيتهم وتحسن تعليمهم. مشي غير التعليم المدرسي، يعني التعليم الاخلاق التربية، انها تنبتهم نبات حسن نبات طيب. هنايا يعني انا قاعدة نعطيلكم في الشومبرا الدوزيام اللي كان فيها الباجاج بوك كل، لانه اول ما وصلنا كل الباجاج تحط في لا شومبر هذه. الفريجيدير كان هنا كيما لابريز هذه. كانت من هنا الخزانة، البورت باجاج، كلش كان هنايا. نعطيلكم الشكل النهائي. هذوك البصايط الحمورة عطتهم لي عجوزتي اول ما تزوجت، هما بزوج مخايد، هاني فرشتهم. كوفريت المخايد بهذا اللغطوات، خيطتهم لي ميمتي مع دروات هذو كانوا في دارنا، يعني في دارنا محطوطين. فميمتي قالت لي خلي نخيطهم لك وديهم معاك استعمليهم تسمى تاع الدوم. ما زلت ما شريت لا فوتاي لا كنابيات لا فراش تاع المطارح، مازال ما عنديش المطارح. كلش باذن الله راح يكون بالتدريج وراح يكون مع مرور الوقت ان شاء الله. هذه الزربيه شريتها لي بميمتي، ربي يحفظها لي ويخليها لي. قالت لي باش يحبي فيها ولدك في الشتاء هذه. قالت لي ما شريتها لك شريك، شريتها لولدي. ربي يحفظك ويخليك ولدك. ها هو هذا، الحمد لله يا ربي الحمد لله. قررت انا وزوجي ان شاء الله انه الامور راح ناخذوها برويه، يعني على حسب امكانيات نتاعنا مع الكرام معاكم تعرفوا. الامر صعيب بزاف، فان شاء الله راح يكون كلش بالتدريج والمفاهمه. ان شاء الله المفاهمه هي كلش، والتفاهم بين الزوجين هو كلش. وكي يكون الزوج ياخذ براي الزوجة نتاعو والزوجة تاخذ براي الزوج نتاعها ويكونوا متفاهمين، ولا للأطراف الأخرى أنها تتدخل بيناتهم، هذا الأمر راح ينجح الزواج 1000000%. وأنه هو يدير راي المرأة نتاعو في باله، يعني هي مولاة الدار، لأنه المرأة هي مولاة الدار مش الناس الآخرين هما مالين الدار. المرأة هي مولاة الدار. كي الزوج ياخذ براي الزوجة نتاعو راح يبارك له ربي، وكي الزوجة تمشي على حسب ميزانية الزوج نتاعها وتحاول انها تريقل الامور وتحاول انها من هنا من هنا، وهو كي يشوفها هكاك تشفق له ويشوفها كيفاه كيفاه تساعده كيفاه تعاونه، انه يحطها تاج فوق راسه. هذا الامر راح يخلي الزواج ناجح ان شاء الله. ربي دايما يحط البركة بين الزوجين المتفاهمين. كما تشوفوا هنا هذه النتيجة النهائية للدوش. حطيت القفازات اللي نغسل بها أعزكم الله الطواليت، يعني الحمامات هنايا، لأنه هذه القفازات نستعملها غير في هذا المكان، ما نستعملهاش في بلاصة واحدة أخرى. عندي قفازات نتاع المطبخ، تقريبا ما نستعملش القفازات تاع المطبخ دايما، ساعات نقول خليه يقيس الماء يديا. هنايا هذا الكروار عندي كوزينة ستيل أمريكا، يعني مفتوحة، كوزينة مفتوحة على الريسبشن وعلى الهول.
حاطه في الهول يعني مقابل للكوزينه فريجيدير، حاطه الطابله، حاطه الكراسه هكا فوق بعضهم، لاني ما نقدرش نحط كل كرسي وحده تعدل الحاله ونزينها. لي ولدي يلقاها خدمه، الجيران لاصقين فينا، حوانت تحتنا، فولدي مهمته في الحياه هو تكركر، يكركر من بلاصه لبلاصه. حتى برك نحزو كرسي نحطوه باش ناكلو، حنا نوضو برك نلقاوه ديجا وبدها، او يدور في الدار كامل بهذاك الكرسي. حطيت المصحف نتاعي هنا في هذه اللوحه، هذه اللوحه يعني معظم الاواني اللي عندي كانوا عندي حتى قبل الزواج. كما هذه اللوحه شريتها، اذا تشفاو عليها في القناه هذه بعد، شريتها من قبل تاع البيتزا وتاع الامور هذه، لقيتها حطيت فيها بلاره، وحطيت فيها الورد اللي جابوه لي في الفاتحه مع المصحف، لاني نحب نقرا في المصحف في الوقت اللي يكون فيه ساعه ولدي راقد. ومن هنا نأتي لنهاية الفيديو، نفس الخاتمة كما عودتكم. إن شاء الله استمتعتوا بالفيديو الروتين الجديد. قولوا لي رايكم إذا عجبكم هذا النوع من الفيديوهات، بالرغم من أني باش نكون صادقة معكم ونقدر نصور لكم روتين من صباح لليل يستحيل، ولكن نقدر نشارك معكم بعض أو مقتطفات من يومي راح تكون مفيدة، يعني نشارك معكم غير المفيد. وإذا استمتعتوا بالفيديو واستمتعتوا بالمحادثة معكم، لأن اعتبرتها أني قاعدة ندردش معكم، مش قاعدة نقول لكم في وصفة ولا مقادير ولا طريقة التحضير. هذه عبارة عن دردشة، وصدقوني كانت عفوية جدا جدا من القلب للقلب. إن شاء الله توصلكم. وشكرا جزيلا على الاشتراكات الجديدة، لأني دخلتني في الآونة الأخيرة بعض الاشتراكات الجديدة، فشكرا جزيلا على دعمكم وانضمامكم إلى عائلتنا الصغيرة، ومرحبا بكم في قناتي، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم بي. ففي النهاية، بالنسبة للأشخاص اللي ما توصلهمش الفيديوهات نتاعي في الإشعارات، حاولوا أنكم تلغيوا جرس الإشعارات وتعودوا تفعلوه باش يوصلكم. وبالنسبة للأشخاص اللي أول مرة يشاهدوا الفيديو نتاعي، ما تنسوش الاشتراك عن طريق الضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو، وكذلك ترك اللايك والتعليق، لأنه راح يفيدني بزاف بزاف باش يوصل الفيديو لأكبر عدد ممكن من الأصدقاء. اللايك والتعليق يفيدوا الفيديو باش يخرج في المقترحات أو يخرج للناس أكبر وأكثر. شكرا على الدعم، سواء جدد ولا القدم، ومرحبا بالجدد. وش راح نقول لكم ثاني؟ إلى اللقاء، وانتهلا في رواحكم، وقولوا لي رايكم في الفيديو بالمجمل. نتمنى تقولوا لي رايكم في الفيديو.